هنعمل النهارده ايه؟ مكرونه بالصلصه وسجق. اول حاجه عندنا حلتين فيهم ميه، حله لسلق المكرونه وحله لسلق السجق. سلق المكرونه دي مش بنحط لها غير ملح ابيض، اما بتاعه السجق هنحط مع الميه، هنحط معلقتين خل عشان لو في اي ميكروبات نبقى مطمنين ان احنا في الامان. احنا اهو في الحله كنا هنا هنعمل المكرونه. احنا اهو كنا في الحله زي ما انت كنت شايفين كده، هنقطع حطينا المكرونه عشان تتسلق ونحط عليها الصلصه. هنا بقى هنعمل صلصه المكرونه. هنقطع بصلايه او بصلتين كبار، تمام. نعمل الصلصه مره واحده يا ريت بزياده ونشيلها، هتفصل معانا وهتريحنا صراحه. تمام. اول حاجه هنقطع بصلتين كبار حلوين كده ونحط عليهم معلقه سمنه بلدي ومعلقه زيت صغيره لو حابه، ونكون معانا شطه، قرن فلفل شطه للي حابب او فلفل اخضر للي مش عايز شطه، وننزل بالفلفل على الايه، على البصل اللي احنا قطعناه. اوكي. ونقلبهم تقليبه كويسه. اول لما نحس ان البصل بتاع المكرونه ابتدى يبقى لونه اصفر ذهبي خالص في اول الصفار، نكون مجهزين معلقتين صلصه طماطم جاهزه زي كده مثلا. نجهز معانا معلقتين صلصه او طماطم جاهزين او طماطم طماطم من اللي احنا مسبكينها. تمام كده. ونقوم نعمل ايه، نقلب ونجهز كده عشان خاطر ما نسيبش ان البصل يحمر ويبوظ مننا. تمام. معانا بقى الناحيه التانية مجهزين 10 طماطميات كده حلوين وضربينهم في الخلاط، وننزل بيهم ايه على الصلصه بتاعه المكرونه اللي حطيناها هي والبصل، ونسيبهم يسبكوا مع بعض. وهنجيب هنا هنشوف السجق اللي بيتسلق وهنروح نقطعه عشان هو لازق في بعض بالظبط كده زي ما انتوا عاوزين يعني. هنقطع السجق بالشكل ده ونجهزه. الحله اللي جنبها او البتاعه اللي جنبها دي معرفش اسمها ايه، بنحط فيها السجق. هنحط فيها فعلا السجق. هنا هنجهز التخديعه اللي هنسبك بيها للسجق بقى اللي هنعمله. انا السجق هعمله نوعين، جزء محمر عشاني والجزء التاني بالصلصه عشان احب المحمر، والجزء التاني بالصلصه علشان خاطر عمر. تمام. هنا جبنا البصلايه وقطعناها وحطينا عليها معلقه يعني قرن فلفل شطه للي عايز او فلفل اخضر للي مش عايزه حامي، وننزل بمعلقه السمنه البلدي ومعلقتين الزيت عشان اخويا اصلا مختلفين. اول لما يبتدي يصفر بالشكل اللي معانا دوت السجق اللي احنا سلقناه وتاكدنا ان هو تمام ده كده ما بقاش فيه اي غلطه، هننزل بيه ونقطعه ونقوم نديله تشويحه مع البصل والفلفل اللي احنا مشوحينه. هنكون مجهزين على الناحيه التانية فلفل الوان، هنكون مقطعين الفلفل الالوان قطع زي ما كل واحد بقى يحبها، وننزل بيها على ايه، على السجق ونقلب. ما بنحطش بهارات كتير عشان البهارات بتضيع طعم الاكل. حطينا فلفل اصفر فلفل الوان فلفل اصفر وفلفل احمر الوان، ونشوحهم مع بعض. انا بحب اعملها احنا اول لما نعملها الصلصه احنا بنحب نعملها بالصلصه كده، نحط عليها فلفل. اول لما نحس ان هو ابتدى يلون، ان السجق اتحمر معانا مع السمنه، نكون الطماطم اللي احنا قطعناها ننزل بيها عليهم ونقلب. هنحس لو الطماطم ما نزلتش احنا كده الصوص بتاعها خلص، لا السجق خلاص احنا سلقناه هنحمره بس، اما اللي بالصلصه دوت هو اللي هيفرق. اوكي. اول لما نحس ان الطماطم مش منزله ميتها ممكن نزود احنا نص كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه كده يعني، ونغطي الطاسه ونسيبه يتسبك مع بعضه. ومش بنحط بهارات كتير، اهو ملح وفلفل بس مش اكتر من كده. ما بصي هنا صلصه المكرونه اهي اتسبكت، هنحط لها ايه، معلقه كبيره بابريكا ومعلقه ملح ابيض، وعشان تظبطي بقى الملح دوت على حسب كل ملح بيملح غير التاني، وفلفل اسود وكمون وكزبره و3 معالق كاتشب. الكاتشب بيديها نوع من يعني بيخلي فيها ماده حافظه صراحه وبيخليها مسكره. لو مش عايزه تحطي كاتشب ممكن تحطي يعني معلقه سكر كبيره. وكنا سلقنا المكرونه وخلاص اتسبكت، نقلب المكرونه مع الايه، مع الصلصه بتاعتها ونسيبها على النار 10 دقايق او 5 دقايق على نار هاديه عشان المكرونه تشمع مع الصلصه. هنا عايزين نحمر السجق الساده اللي من غير صلصه، هنحط معلقه سمنه، نص معلقه كمان. ما فيش اسهل من السجق والمكرونه، دول لما بنكون مش عارفين نعمل اكل ايه بنعملهم، دول بينجزونا بسرعه قوي. بالظبط كده بينجزونا بسرعه قوي. هنحمر السجق كده تحميره خفيفه، واي حد طبعا لازم يحبهم، انا بعشقهم بجد.
اول لما السجق هيتحمر هننقله على الطبق، والناحيه التانية مجهزه البطاطس وبحمر البطاطس، ولا اي كلام، مفيش اسهل من كده. ومفيش اسهل من الاكله دي بجد. وهنا هنعمل سلطه طحينه عشان نبقى كملنا شغل المطاعم للاخر. 3 معالق وكمان طحينه، ده ايه يا معلقه ستي؟ خل. عشان نبقى مروقين عليكي هنحط اللي هو البتاع اللي بيتحط على الطحينه من الوش ده بتاع المطاعم. ونقوم نزودها بميه سخنه نفكها بيها، معلقتين لبن ونفك الطحينه بيها، وبعد كده نحط لها ملح وكمون وكزبره ناشفه، ونظبط طعم الملح زي ما احنا عايزينه، ولا اي كلام تاني. وعلى الوش معلقه زيت زيتون. مفيش اسهل من الطحينه دي. بس ولا تقولي لي جيب طحينه من بره من السوبر ماركت ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. بس وبنغرف وبألف هنا وشفا. ادي السجق، ونغرف المكرونه. واكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. يدوقوا يكتبوا لنا رايهم في الكومنتات. هيدوقوا ازاي؟ قصدك يجربوا يكتبوا لنا رايهم في الكومنتات. يجربوا ويدوقوا. ماما هيعملوا ويدوقوا. بس والمكرونه هي غرفناها وبالهنا والشفا.